البسكوت دايما حافظ مكانته، ودايما هو من احلى واجمل واخف الوصفات، واللي محبوبة في كل الاوقات، سواء جنب كوباية شاي، جنب كوباية نسكافيه، في لانش بوكس الاولاد، في اي وقت البسكوت من احلى واخف والذ الوصفات عندنا. عايزين بقى النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت الزبدة والزيت. حرفيا هو بيدوب، يعني غريبة، مش بسكوت، هو حرفيا طعم الغريبة، ناعم جدا جدا وخفيف، وكمان مكوناته سهلة وبسيطة جدا. عشان اعمل وصفة البسكوت دي انا محتاجة 100 جرام زبدة، محتاجة 100 جرام سكر بودرة، و8 جرام من الفانيليا، وبيضة واحدة، و50 ملي من الزيت، و300 جرام من الدقيق، ومحتاجة كمان رشة صغيرة من الملح. هبتدي بقى اضيف المكونات دي كلها مع بعض. انا بدأت ب 100 جرام سكر البودرة و100 جرام الزبدة، هقلبهم كده يدوبوا كويس مع بعض. هنزل بقى عليهم بباقي المكونات بتاعتي، الفانيليا، رشة الملح، الدقيق، وكمان 50 ملي الزيت، وبيضة في درجة حرارة الغرفة. هقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض، تمتزج كويس جدا. البسكوت مش بيتعجن، احنا عارفين ان البسكوت مش بيتعجن. ودي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عشان انا كنت نسيتها، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البسكوت مش محتاجين ان احنا نعجنه خالص، بالعكس لو اتعجن بينشف وبيشد معانا. احنا محتاجين ان احنا بس يعني المكونات كلها تمتزج مع بعض، الدقيق مع المكونات، الدقيق يختفي، المكونات تمتزج مع بعض، وهتكون اتكونت معانا عجينة ناعمة جدا للبسكوت، سهلة التشكيل وسهلة الخبز تماما. زي ما احنا شايفين كده، انا ضفت الزيت كمان والفانيليا على السكر والبيكنج باودر والزبدة. هضيف بقى بيضة واقلب كويس جدا، واضيف 300 جرام من الدقيق. وده عجينة البسكوت بكل سهولة وسلاسة جدا. طبعا الزبدة يفضل جدا تكون في درجة حرارة الغرفة، والبيضة طبعا برضو في درجة حرارة الغرفة. انزل بقى بالدقيق كده شوية بشوية واقلب. زي ما قلنا احنا محتاجين ان الدقيق يختفي، مش محتاجين ان احنا نعجن ولا اي حاجة. اول بقى ما الخليط بتاعي كله هيتجانس مع بعض ويمتزج مع بعض، والاقي ان العجينة بتتشكل معايا بكل سهولة وطرية ومش بتشق معايا كده، يبقى خلاص العجينة جاهزة للخبز. البسكوت مش محتاج تخمير زي المعجنات، انا بشتغل فيه على طول. مجرد انه اخلصه هبتدي اشكله وارصه معايا في صينية الفرن واخبزه مباشر. زي ما قلنا الدقيق بننزله على مراحل، ما بننزلوش في مرحلة واحدة عشان يسهل معانا عملية العجن. وده بقى شكل العجينة البسكوت في النهاية، شايفين قد ايه ناعمة ومتماسكة. هشكل بقى، اخد معايا كده كرات على قد الحجم اللي انا محتاجاه. ويعني العجينة ناعمة ازاي. هاخد بقى الكرات بشكل متساوي، يفضل لو بمعلقة معيارية او حاجة علشان يطلع معايا الشكل متناسق وقد بعض. انا عملت كده الجزء بتاعنا، شايفين بشكلها كده بالسكينة، هديلها كده خطوط عرضية بالسكينة، هتديني بقى الشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده بمنتهى السهولة، ولا محتاجة اقطعه ولا محتاجة اي اداة ان انا اشكل بيها، بس بسكينة صغيرة. وهبتدي اعمل خطوط عرضية كده خلاص، او خطوط طولية، وهتديني الشكل المطلوب. اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها علشان ادخلها الفرن. انا رصيت كده في صينية، وهدخل بقى البسكوت بتاعي بعد ما الكمية كلها تخلص، هدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة، وفرن يكون ساخن جدا مسبقا. وزي ما احنا شايفين ده بشكل البسكوت بعد ما خرج من الفرن. طبعا اديته كمان لون، اللون يرجع لكم، عايزينه ابيض، عايزينه يكون لونه ذهبي زي ده، فاللون ده بيرجع لكم حسب الرغبة. ده شكل البسكوت، الشكل النهائي. بجد الطعم وهم وناعم جدا جدا، بيدوب كده في البق. لو عجبتكم الوصفة متنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستودعكم في فيديو جاي على خير. سلام.